بايرن ميونخ والارسنال، مباراة عملت فيها البايرن فضيحة كروية للارسنال في دوري الابطال. مش هطول عليك، لايك وصل على الحبيب وتعالى نشوف قلة الادب اللي حصلت. روبن على طريقته المعتادة بيسجل اول هدف في الارسنال، هدف ارتو ماركة روبن، والبايرن داخل سخن قوي. ده احنا لسه بنقول يا هادي. وفريق البايرن وقتها عموما مفيش اي فرقة في العالم كانت تتمنى تواجههم. طبعا الكلام هنا مش للريال. المهم البايرن بتسجل الهدف الاول، الارسنال بتعمل ردة فعل وبتجيب ضربة جزاء وبيقف لها سانشيز وبيخش يلعبها ونوير يتألق، بس في الاخر بتيجي جول عبيط كده، والكل قال الارسنال شكلها كده هتلعب، وعينك ما تشوف الا النور. بعدها ليفاندوسكي بيطلع فوق الكل ويلعب كرة بالراس. المباراة لحد دلوقتي رايحة جاية وشكلها كده فيها متعة كبيرة، وشايفين اهو 3 اهداف لحد دلوقتي والدنيا زي الفل، والنتيجة 2-1 للبايرن. بعدها ب5 دقايق بالظبط ليفا بيعمل اسيست على الرايق لتياجو، والكانتارا ما يرحمش.